اهلا وسهلا حبايبي، مساء الخير، مساء النور، ان شاء الله تكونوا ملاح. طبعا نصليو على الرسول عليه الصلاه والسلام. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فيديو جديد ونهار جديد. المهم نتوما طلبتوا مني حقيبه الولاده. انا عارفه الاغلبيه مساكن الليله كيما هزوا بالاولاد، اما اللي موالفين يهزوا راهم عارفين واش يديو معاهم وكلشي. شغل بلا ما نقعد نهضر لكم في الموضوع. مي قبل لا ندخلوا في النقاشات وفي موضوع كيما هذا، اول حاجه نرحبوا بالناس اللي دخلوا معنا جداد، شكرا لكم، يعطيكم الصحه. واش راح نقول لكم؟ فرحتوني، الله يفرحكم في الدنيا والاخره ان شاء الله. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والقيام يا رب العالمين. ربي يقبل مننا الدعوات نتاعنا ان شاء الله يا ربي. نتمنى من هذا المنبر ربي يفاجئها على كل وحده مهمومه مغمومه متمنيه، ربي يفرج عليها بالساكن بالذريه الصالحه، متمنيه ولادها ينجحوا في الدراسه، متمنيه السفر، متمنيه العمل ان شاء الله. من هذا المنبر الله يا ربي تفرجها عليهم ان شاء الله عاجلا غير آجلا إن شاء الله. ربي يفرحكم، ربي يغنيكم، ربي يعطيكم واش تتمناو بإذن الله عز وجل. دعوا فالله يعني كيستجاب، حاولوا تتقربوا منه وكل شيء ينحل بإذن الله. المهم أنا البنات هذا دايما كنت نستعمله في الولادة وخبيته، كانت جابته لي الأخت ديالي يعطيها الصحة. في الولادة ديالي كانت جابته لي لأنه هي استعملته وقالت لي خلاص هاي ما نزيدش الولاد. قلت لها اعطيهولي لانه باش تلقى هذا النوع ماشي سهله وما كانش تقريبا واللي كاينين ماشي ملاح. هذا فريمون كي تستعمليه بطنك رايحه تدخل تاع الصح ولي غاز راح يخرجوا يا ماما. قديم بزاف بزاف وشتوه مازال جديد، فات على اختي وزاد فات عليا. البنات هايل وسي بيان سور راني غسلته ونظفته قبل ما نستعملو. انا استعملته ببني وبنتي والحمد لله راه نقي، يعني اختي نقيه. راهي اختك على كل حال، راهي اختك راهي اختي. هنايا البنات شتوني ديت قشرات ديت طريشنات. ديت هذوك لي قوات تاع اليد اللي كانت تبعتهم الاخت ديالي، انا ما شريتش. انا ليا كما شتوني ديو زوج لبسات. اللبسه الاولى اللي رايحه تلبسيها كما تروحي هي الربه، تحتاجي باش ما في رجلك وليس يعني تقدري تستعملي البابوشه، ولكن حاشاكم كي تدخلوا الطواليت ولا ما تحتاجوش البابوشه تلبسيها مثلا كي تجي خارجه من السبيطار ولا. المهم يعني انا راني نقول لكم الطريق كل وحده وكيفاه. لا علينا حبايبي، تدي لبسه وحده، تدي ايضا قندوره، تدي لها تاني الحوايج ديالها اللي تلبسهم معاها. تدي وشنو هذا مكان خياتي هادو ليك انتيا. تدي ليليجات، تدي لي كوش للبيبي، تدي شويه عسيله باش تحطيها يعني تحطيها لوليدك ولا بنتك. حنا مثلا كي يخلق البيبي ندوقولو شويه العسل في السوساته باش يقولوا ما ريتش تحلي اللسان ما باش المهم احنا في عاداتنا هكذا، كل واحد وكيفاه يحطوا لهم شويه تاع العسل في لسانهم. ايضا البنات تيزانه، دي معاك تيزانه تما راهم كيخليو في السبيطار تنوضي طيبي دايرين لهم الكوزينات ديالهم منين يطيبوا منين يعني يسخنوا الاكل نتاعهم. حاجه عاديه يعني ماشي حاجه. ولا كان عندك اهلك قرابين يجيبوك. انا مثلا ديت معايا ومن بعد البنات ما استعملتهمش لانه كانت كاينه حلمره بارك الله فيها ربي يجعلها لها في ميزان حسناتها. الا مازالت عايشه ربي يطول في عمرها، الا كان ماتت ربي يرحمها. هذيك المراه كبيره كانت تخدم في التعليم، نشفى عليها، كانت قاعده معانا تحكي معانا القصر، كانت تخدم استاذه في التعليم. ومن بعد ديك ساعات بدات لونطريت ديالها. ولات واش دير، قالت انا حبيت الوقت اللي ضيعته، قالت لنا هكا نشفى عليه الوقت اللي ضيعته في التعليم وكل شيء. وما كنتش قالت لا هي بالصداقه، ما كنتش لا هي كانت الظروف قالت لنا ما تسمحليش باش نصدق، ما تسمحليش حتى باش نقعد نقرا القران في شهر رمضان الكريم. صدقوني هكا انا نحكي لكم كما كانت تحكي. قالت قالت لنا كنت مقصره، لا اله الا الله محمد رسول الله. قالت والان مادام سبيطار ما بعيدش عليها ما تقريب ليها، واش دير كل صباح يا البنات، كل صباح تجيب كفه فيها 3 4 نتاع لي تيرموس فيهم التيزانه، تجيب الكيسان، تجيب كل شيء معها، هاد الجوطابل هادوك كيسان
تاع لي جو طابل. المهم وتجي الصباح تفوت على النساء الحوامل وتعطيهم يشربوا التيزانه، وانا وحده منهم، ودعات لي ونشفع عليها، كانت تحط يدها حتى انها ولات تعرف تقرا القران، تحط يدها على بطوننا وتدعي واحد الدعاء باش يسهل لنا ربي في الولاده. كانت تجيب لنا القهوه التيزانه في الصباح على 8، وكانت تجيب لنا في وقت الغداء، وكانت تجيب لنا في العشيه قبل، ويخليوها تدخل وتخرج وقت ما تحب، يجيبها راجلها وتعاود تروح. يعني في الصباح تجي وحديها وفي الليل يجيبها راجلها. سبحان الله، الله يجعلها لها من يعني من الحسنات، يعني صدقة مقبولة إن شاء الله، وحسنات مرفوعة إن شاء الله. هذا ما كان حبايبي، كانت تجيبنا ما كنتش نحتاج، كانت كل يوم تجي حكات لنا قصتها وكل شيء، ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. يعني كنت ما نحتاج، ولكن نتوما ديو معاكم البيبروس السوساته اللي تحب تمد لوليدها السوساته، ايضا تيزانه ليك ولوليدك ولا بنتك اللي كان. الله يسلكنا ويسلككم على خير. اما اللبسه للبيبي تدي زوج يكفيو ويوفيو، ديجا الثانيه ما راحش تلبسها له، غير برك تبدلي له الفوقانيه كي تجي للدار بطبيعه الحال رايحه دوشيها ولا دوشيه. سي بيان سور. انا نعرف ندوش الاولاد. شغل تاع ربيت ولاد اختي سمات، نعرف للتربيه، نعرف حوايج بزاف الحمد لله ولله الف حمد. يعني ما كنتش ما احتاجتش في ولادي باش نحتاج في هذه يعني الطريقه نتاع العنايه ولا الرعايه للاطفال. الحمد لله نعرف لدرجه ما تتصوروهاش. بالنسبه ليا كاين ناس كتجيهم صعيبه التربيه، اما انا كتجيني بزاف سهله التربيه، ما كتجينيش خلاص واعره. نلقى امهاتي تشكاو من التربيه، انا جامي تشكيت من التربيه، بالعكس انا نحب التربيه تاع الاطفال، نحب الاولاد من شده ما اني نحب الاطفال، نحب الاولاد، تعجبني نربيهم. الحمد لله جاوني زوج على بعضاهم. انا كي زيدت تا كنت روحي عندي اشرف كان في عمره 9 شهور، وانا هزيت بالسيده جاو مرا بعضاهم. الحمد لله ربيتهم تربيه حسنه روعه، الحمد لله ما تعذبت معاهم، ما سفريت معاهم، وعايشه وحدي. يعني ما كانش حتى واحد ما كانش اللي يقدم لك يد المساعده ولا يعاونك ولا يقول لك كيفاه، والو وحدي، كل شيء وحدي، والحمد لله والله الف الف حمد. نعرف نقمط، نعرف نمسد الوليدات، نعرف ندير كل شيء، هذا بفضل الله، وتعلمنا وتدربنا الحمد لله. هذه هي حبايبي. ومن بعد هنايا كما شفتوني درت كميه كبيره نتاع الصابلي، وكل وحده كيف رايحه ندير لها الحشو نتاعها، كل وحده كيف رايحه نزينها. المهم يا البنات شويه شويه ما راحش يجي عندي الغاشي، ولا راح نجيو عندي العباد الحبيبات اللي معينين اللي كنروح انا لعندهم. مثلا يجي ودي واللي يجي اهلا وسهلا، بابنا مفتوح، واللي ما يجيش نفس الشيء خياتي، فهمتوني. انا ما انا عائلتي انا عائلتي انا ماشي عائله الزوج تاعي، عائلتي انا كبيره الله يبارك، ولكن ما تلقاوناش نمشيو بزاف لبعضانا. دروك كي تعود المراه متزوجه ماشي كيما تعود المراه بلا زواج. كي تعود المراه بلا زواج تقدر تمشي تتحرك، كي تعود متزوجه البنات تلقاها منحصره. ما نقدرش نروح لعند خواتاتي بزاف، كاينين اخواتاتي معينين كما حل الاخت ديالي تقول لي يجي دروك في الربيع، والله تتفاهمت مع الاخت نتاعي قلت لها نروح نجي لعندك، ومن تما نروحوا لعندها. ضلت تقول لي روحي تباتي وانا ما نحبش نروح نبات في ديار الناس، ما نحملش من غير عند الاخت هذه اللي عشت عندها، ما نحب نبات عندها حتى لي ساعه عندها تما دار عرب. ما ريتش تجيني سهله، من شدة ما يضلوا يقولوا لي اروحي ما دوك في العطله هذه. يعني الاخت ديالي وروح الاخت بخلاف يضلوا يداخلوا فيا، الاخرين ما نهضرش عليهم لا خاطر ماش شغل لاهيين، عندهم شغالاتهم وكل شيء والخدمه، كل واحد وباش مربوط في حياته، فهمتوني خياتي. هذا ما كان حبايبي، انه بزاف اللي كيسكتوني على اهلي واهل زوجي، وانا مع العلم البنات ما نحبش ندخل هاد الامورات في هاد اليوتيوب والعائله قناه تخصني انا وتخص محتواي انا،
بدون ما ندخل عائلتي. راني كنت نروح وكنت نصور لكم في دار اهلي واما الاخرين ما نقدرش انا نصور في ديارهم ابدا، وحتى وان مسموح ليا ما نصورش في ديارهم. درت مره فيديو ما وريتش حوايج صراولي مشاكل كبار، يعني لذلك وليت نتجنب، ما وريت والو من غير الطابله. على ما اظن صورتها هكذا دارولي بالباله، وليت في المعامل اهلي ثم اهلي هما اللي نصور عندهم كي نحب نروح هما. هذا مكان. اما الشيء الاخر كي نجبدوا من حياه اليوتيوب احسن. هذا مكان ما تزيدوش تطرحوا عليه ارجوكم اسئله مثل هذه. هنايا البنات انا درت كميه هائله وكبيره بزاف من وسمو، كميه هائله. المهم 500 غرام تاع الزبده مع كاس ونص تاع السكر مع 2 مغارف تاع النشاء مع الفانيليا مع 5 حبات البيض، وحده كامله وبها بالبياض، ووحده كما نقولوا حنا غير صفر، وربعه غير صفر البيض، يعني 5 حبات البيض على بعضها. خماره حلويات. هذا مكان حبايبي. المهم هذه المره بدلت الحشوه ماشي كما كندير العاده، درت شويه ندير شويه، درت شويه بنينو بنيون، المهم لا علينا. وحاولت انا ننوع في الطوابع، انا عندي طوابع الحمد لله، حاولت نوع شويه 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 منا ودرت اللي كتب رب العالمين يا البنات. الضيعه مش مليحه، وكي يجيك حل عبد ولا حل شخص مثلا نحطوا له ماشي محتم. انا راني كاين ديار كي نروح ليه قسما بالله من غير طميم فوق الطابله وشويه حلوه 4 حبات مشوك 4 حبيبات صابلي، يعني كل واحد يمشي على حساب مقدوره ماشي محتمه عليك. انا كيما دروك انا البنات ما تلوموش عليا علاش دوك انا ندير ماش ما نديرش ونوجد الطابله ديالي وكل شيء ونحط فيها اللي قسم ربي سبحانه. ما رايحاش ندير حاجه واو من اجل باش نصور في اليوتيوب ولا من اجل باش نفوخ على الناس ولا باش يشوفوني الناس ولا لا البنات لا لا لا. انا لو كان عندي ليت ساعه ياكم لو كان عندي ليت ساعه وقادره صدقوني الحلوه كامل نخدم النوع اللي مليح، ولكن الشي غالي دروك قسما بالله. شويه دوازن سخامو غاليين ومهاكداك، وزيد شريت الشيكولا البيضاء وزيد شريت الكونفيتور وزيد شريت حوايج بزاف يا البنات. يعني راه الحلوه كتاكل الدراهم وكي تعود تتباع غاليه راه ماشي في الباطل كتباع غاليه، راهم يعني اللوازم نتاعها غاليين، يعني كيستقاموا غاليين. لو كان دومونديت ما نكذبش عليكم كاينين اللي كيخدموا الحلويات النساء هنايا في الجمعه ما شاء الله نشوفهم في لي جروب بيبارطاجيو الحلوه نتاعهم صنعه يديهم ما شاء الله تبارك الرحمن. قادره نخدم ونجيبها نقول انا بدا نخدم تاع وانا بداناش نخدم تاع نحطها فوق الطابله، ولكن البنات نمشي على حساب مقدوري وعلى حساب ماني قادره. على بها اخترت انه انا ندير الحلوه ما نشريش، لانه استغليتها شويه قلت علاش ماشي انا اللي نخدمها، خاطر ماشي هي دروك كي تخدمها دوازن سكامولا غاليه وزيد تحسب خدمه يديها فهمتوني. كنت انا هذيك خدمه اليد علاش ماشي انا اللي نخدمها فهمتوني يا حبايبي. هذه هي دو اعتذر منكم بلا كي تخدم في التمارين كيخدم في التمارين يا كيفهم قولوا كاتما ما كتفهم فهمتوني يا حبايبي. هذه هي مهم واش نقول لكم ان شاء الله تتفهموني. والله راكم عزازين عليا وبزاف راهم يحبوني امهات ربي يخليكم ليا ويحفظكم. رجعنا راني توحشت وحده من الجمعه دروك لي كونت تغيروا ما بقاوش كما العاده يخرج لي الاسم ديالها والاسم ديالها والله ما حفظته ما نكذبش عليكم، ولكن على بالي بلي هي منا من الجمعه وكبيره في العمر الله يبارك وديما تعيط لي بنتي بنتي بنتي. وكاين بزاف اللي يعيطوا لي بنتي راهم بحال يعني الام نتاعي اللي ربي يرحمها ويجعلها من اهل الجنه. توحشتها بزاف ونتمنى ان شاء الله تشاهد هذا الفيديو. هي منا من الجمعه وعندها بناتها الله يبارك اللي خدامه عندها حفايدها كما نقولوا حنا ان شاء الله يا ربي. الا كان تفرجت الفيديو سمعتني منها تخلي لي تعليق باش نعرف الكونت ديالها. اما الاخرين راني بديت نشفى عليكم وحده والله راكم في القلب
شكرا على الدعم نتاعكم ليا، شكرا على الكلام الطيب ديالكم ليا. انا راني نحاول دائما نكون حاضره معكم باللي كتب رب العالمين، يعني ولو بحاجه بسيطه، وان شاء الله تحبوني كما انا، وانا ان شاء الله ما نتغيرش. ناديه البسيطه تبقى ناديه البسيطه. اما اللي حاب مثلا اللي حاب يعني التغيير وحاب يشوف حوايج واحد اخرين في القناه، نقول له كاينين قنوات عطا ربي سبحانه، قنوات بزاف في اليوتيوب، روحوا تفرجوهم وخليوني انا دابا ما تتفرجونيش. المهم انا هانيه وضميري مهنيني. هذا مكان حبايبي. بعد ما خلصت الحلوه كما شفتوني درت على اشكال وانواع راح تشوفوها معايا ان شاء الله. بعد ما نغسل هاد الاواني اللي ما لهماش صدروا عليا، لانه درت مركز الليمون، درت مركز الليمون، دوبت الشيكولا، يعني ريحه الكاوكاو. والله يا بنات كان يوم شاق، قسمته على يومين. والله شوفوا تعبت، حسيت بالتعب، حسيت بالارهاق، وليت ما نقدرش نخرج النفس. ولكن من شده ما انه كي نخدم السكر ما كيطلعش، والحمد لله. بخصوص النساء اللي كيهضروا لي، علاش انا نهضر بزاف على السكر؟ لانه بزاف نساء كيطلبوا مني الموضوع نتاع السكر، نساء حوامل راهم معايا عندهم السكر. نعطيهم نصيحه في هذا المقطع. السكر باش تعالجو بالخضروات. دوكي غير نص حبه تاع الديسير في النهار، باش نجيكم من الاخر. التفاح نص حبه فقط، ما تاكلوش الديسير، تجنبوا الحلويات. ايضا البنات بخصوص واسمه قلنا الخضره طيبيها مع الاكل. مثلا راح ديري العدس، راح ديري مكرونه، راح ديري سباغيتي، راح ديري اللوبيا. المهم الطياب اللي راح طيبيه، حطي الخضره ديالك طيب فيها هذيك لاصوص، ومن بعد حطي معها شي لاصوص وكليها هكذا باش تستبنيها. ديري الخضره مفوره كليها. المهم هادو هما اللي لازم تاكل، ما كاينينش حوايج واحد اخرين تعوض بهم. فهمتوني حبايبي؟ لانه يا البنات السكر لو كان يطلع لك راه باش ديري العمليه. انا دروك نحمد ربي راه يوصل لي 0.87 غرام برك في هاد اليومين، 3 ايام 4 ايام. راه غير راه في 0.88 0.87 0.95، يعني ماهوش يديباسي. الحمد لله ولله الحمد، راني دايره ريجيم صحيح. هنا البنات كنت رحيت الكاوكاو، البسكويت. البسكويت اختياري اللي تحبوا نتوما. خلطت هنايا الكراميل راح نزيد نخدم انا هذه تاع البرا. ماشي انا ما نحمش دي برا بزاف، وهذا النوع ما عجبنيش، وعجبني واو ما عجبنيش بزاف. رايحه نحاول نزيد نخدم غدوه ان شاء الله كميه بربي ان شاء الله، باش ندير هذيك اللي تجي محشيه داخل بالكراميل، وندير لها في نفس الوقت الكاوكاو. هذه اللي راكم تشوفوني فيها مخلطه فيها، ودرتها على هذا الشكل. درت لها مركز الليمون، درت لها الكراميل، درت لها المربى، درت الجاتو مرحي، درت الكاوكاو. باش رايحه يا البنات نحشي الصابلي ديالي. اوكي، حشيت النص منها بحد الطريقه ونص منها بحد الطريقه. ومن بعد واش وليت البنات اللي قعدت لي هنا، الاولاد قالوا لي ماما عطيت لهم، راهم رايحين مركاهم بوهم هنا في تاع التلوين يلونوا. انا زعما حبيت نمركيه في فرنسي. ومن بعد قال لي نو ما ديرلوش الضغط، خليه بالصيف مركيه يدخل يقرا لك الفرنسي. المهم لا علينا البنات، هنايا رايحه نستعملها في نفس الوقت ندير بها بنينو. هنا كما راكم تشوفوا جبت هذه كميه نص من الكميه نحيتها. زيت استر الله هنا تكسرت لي الحبه. زدت لها المربى باش جريتها شويه، ووليت نحطها في النص داخل نتاع الحلوه، ماشي كامل بطبيعه الحال. الكميه معتبره باينه باش ما يجيوش كامل نفس الذوق. ومن بعد هاد الكميه بعد اللي خدمت بها نزيد لها حلوه الترك البنات، وزدت لها الشيكولا، ما بزافش الشيكولا، وخلطتها مع بعضها ودرتها دبدينو. اوكي، ومن بعد جبت الشيكولا مذوبه مع الكاوكاو بطبيعه الحال، وحطيت لها الكاوكاو درتها على شكل بنينو. ما درتش بنينو بزاف، بنينو راجلي يحبوا ما نكذبش عليكم، وفي نفس الوقت يبهي الطابله. والشيكولا هذيك بعدا اللي قعدت لي وفيها الكاوكاو بهيت من بها واحد النوع نتاع الصابلي الشط. ومن بعد نزيد قعدت لي واحد الكميه. غدوه ان شاء الله نزيد نشوف كيفاش
نزينها هكذا. نكون خلصت من الصابلي، ما كنتكم ما حاش نكثر بزاف، حاجه قليله. من بعد البنات نزيدو نروحو للمشوق شويه مقروط. وانا شغل انا كي نخدم نحب نخدم ونفرز، ما نحبش نخلي الدنيا مرويه عليا. لازمني الحاجه اللي نخدمها ندوسها في نفس البلاصه باش ما يتراكمش عليا الشغل والشقه وداك الشيء. على بها حبيت نخلص الصابلي كاع، كي نخلص نديرها في لي بورطمونجي ومن بعد تاع باش نولي نخدم نوع اخر تاع الحلوى. هكذا خياتي ان شاء الله يا ربي تكونوا تانتوما بديتوا تخدموا الحلوى وما تقتلوش رواحكم، ما تشوفوش الطبقات العاليه اللي كثر علينا. حنا دائما شوفوا، ماشي حنا نشوفوا غير اللي نشوفوا ولدي تحتنا باش نحسوا بهم، ونشوفوا الطبقه اللي كيما حنا باش نديو منهم افكار. ماشي نروحوا نشوفوا الناس اللي كثر علينا وحنا ما قادرينش على هذاك الشيء. اوكي حبايبي، لانه اذا كان شوفنا الناس اللي كثر علينا مناش باش نقدروا نتعايشوا مع هذه الحياه اللي رانا فيها. الحياه صعبه يعني ماشي سهله، راه صدقوني بالله المعيشه غلات، المعيشه صعبت، وناس راهي تعاني، وناس ماهيش عندها، وناس كتتمنى تكون بحالك. باش ديروها في بالكم، ماشي لانه انت ما انسانه بسيطه وعلى قد الحال ما كاينش ناس تتمنى تكون بحالك، بالعكس كاينين ناس يتمناو يكونوا بحالك كيما انت بالضبط. والحمد لله كان هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي نكون خفيفه ظريفه عليكم، ونحبكم نموت عليكم. كلكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي وكلامي ان شاء الله يا ربي يوصل لكم وللقلب. نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله يا رب العالمين. وعلاش لا، وديروا لي اللايك ودعموني بالكلام الزين الحلو بحالكم.